انتهى المؤتمر وانتظرها عند الباب. تردد كثيرا قبل أن يناديها، وعندما فعل التفتت إليه. مروان. نعم، كنت هنا أستمع إليك. جميل، أتمنى أنك استفدت. ليلى، أريد أن أعتذر لك. نظرت إليه ليلى بعينين فيهما خليط من الذكرى والانتصار، وقالت: اعتذارك لا يعيد الزمن ولا يمحو ما كان، لكني سامحتك، ليس من أجلك بل من أجل نفسي. ثم ابتسمت ومضت في طريقها. وقف مروان في مكانه مشلول الفكر، لا يدري ماذا